اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم نجاة شانيل. اليوم جيت نكمل لكم القصه ديال الجزائريه نبأ وسبأ. كي قلت لكم من بعد 9 شهور ولدت جوج بنات، انا نبأ والاخت ديالي سبأ اللي صغر مني ب3 دقائق. كانت فرحانه ميته بينا هي والاب، وش اللي فرحها بزاف واللي خلاني اليوم نحكي القصه انني انا زدت دات بشرة سمراء، واختي نسخة طبق الاصل على الام، ما كناش توأم حقيقي. كبرنا والدينا ما كانوش يفرقوا بيناتنا، بصح المجتمع ولا فامي كان عندهم رأي اخر. كانت اختي شابة 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 ما شاء الله وزينة بزاف، ولو كان زادت بياضت غير شوية تشعل الضوء. الشعر اصفر مسبسب يلمع والعين الزرقاء، وعندها واحد العقلية تاع الاب ديالي، عاقله بزاف وتحشم وكي تحشم تولي حمرة حمرة كلمة طيشه. كنت انا وياها صغار ما كناش نشوفوا هذا الفرق، بصح ملي رجعنا نخرجوا ونلعبوا برا ولو كاملين يفضلوها ويحبوا يلعبوا معها غير هي. كانت مميزه بزاف، كانت هي البجعه وانا البطه السوداء. اختي ما لقيتي لمن تشبه، كنت عصبيه لابعد حد ولساني حار بعيد على الشكل ديالي. يعني هاد الصفات كيجتمعوا في طفله، راكم عارفين النتيجه. كبرنا ودخلنا نقراو سنه اولى، هي راسها خفيف ما شاء الله وترفد تمتم ما شاء الله، وانا ما نجي نرفد ديك المعلومه حتى يشي براسي. كانت مقارنه كثير بيني وبين اختي، هي ادواتها نظاف مرتبه منظمه، وانا كنت يا لطيف الكراسه ناكلو من الحاشيه. ماشي تعبير مجازي، ولكن كنت بصح ناكل الضفاتر والطباشر وشعري حرش ومكردة صدرة. بس خاوتي كاع كانت المعلمه ما تمغزز عليا ودائما تحشمني وانا نسكت. بصح اختي تخبر والديا ويروحوا يهضروا مع المعلمه. كانوا عندها بزاف صحابات، كاع الناس تبغيها ما شاء الله، هضرتها موزونه.